لما صاحبتك اللي اتجوزت قبلك تقولك ما تجيبيش اير فراير في جهازك غاليه وبتنشف الاكل وملهاش لازمه، قولي لها بس يا خايبه، ده انت ممكن تستغني عن كل اجهزه المطبخ لما تستعمليها. وبعدلها التركات والافكار اللي طنطك شيماء بالتعاون مع اير فراير رافال دي هتبهرك بيها. هي الفرخه لازم تتحرق منك عشان بورق الفويل المدهون زيت مش بتغطيها، وبتنشف عشان بالزبده المنكهه بالاعشاب ما بين اللحم والجلد مش بتحشيها، وعلى اعلى درجه حراره مش بتظبطيها. اما الكيك فبيبوظ منك عشان مفيش ميه مغليه في ارضيه الاير فراير بتضيفيها، فالبخار يرطب المكان كده ويديكي كيكه باعلى ارتفاع وطراوه هتشوفيها. على فكره كل كبات الكيك دي معموله ببيضه واحده، هسيب لكم مقاديرها في الكومنتات. اما البطاطس الويدجز فهتعجن منك عشان مش بتنشفيها، وبمقاس واحد مش بتقطعيها، وبرشه زيت صغيره قوي عشان يلزق عليها التوابل والاعشاب العطريه مش بترشيها. اما لو خدتي بالك من الحاجات دي بقى فهتقرمش معاكي من بره وتديكي طراوه من جوه مش هتتخيليها. اما البطاطس النص المقليه فبتنشف منك عشان تاني بالزيت بترشيها، وبتعجن عشان الباسكت على اخرها بتمليها. ده بعد ما تتحمر من غير نقطه زيت، ممكن تضيفي لها وش بيتزا وشويه صوصات، واحلى وجبه صحيه في دقايق هتكوني جهزتيها. ومش بس البطاطس على فكرة، هاتي بدنجانية وبالفلفل وفصوص التوم احشيها، وبالزيت الخفيف جدا رشيها، وبهريسة التوم هي والبطاطس في الآخر كده دلعيها، وبقى عندك أحلى مقبلات صحية في أي عزومة تقدميها. عارفة مستلزمات الدايت اللي كل شهر بتدفعي دم قلبك فيها؟ تعالي اوريكي ازاي تعمليها طازة ومن مكونات في بيتك تلاقيها. شوية شوفان وتعكيهم لي بشوية عسل أبيض وشوية قرفة أو شوية كاكاو أو ميكس ما بين الاتنين، وعلى الاير فراير على درجة 180 اظبطيها كام دقيقة كده، والقرمشة استمتعي بيها. شوية مكسرات طازة وبذور صحية هتضيفيها، وأحلى جرانولا صحية كنت بتدفعي فيها أرقام غريبة على إيدك هتعمليها. ولو بتتبعي نظام من غير عيش ومعتمدة فيه على البروتين، مفيش أكتر من أفكار البيض اللي هتنوعي فيها. طب نفسك تتسلي في حاجة وانتي بتعملي دايت؟ يبقى شوية حمص مسلوقين ومتمرمغين في توابل حلوة كده وفي الاير فراير هتحطيها، وعلى أهدى درجة حرارة عشان ينشف هتظبطيها، وتسالي صحية هتنافس المكسرات في حلاوتها هتلاقيها. حتى السناكس اللي في طن زيت كنت لولادك بتقليها، هي رشة زيت واحدة بس ودقيقتين بالظبط ومن غير زيت كتير، ولادك هيستمتعوا بيها. طب تعرفي انها هتشجعك جدا على اعادة تدوير الاكل وعدم هدر النعمة؟ اي لقمة عيش بايتة خلاص هتبطلي ترميها، بهريسة الشطة والثوم وزيت الزيتون ادهنيها، وبقرمشة رهيبة استمتعي بيها، او بشوية جبنة دلعيها، واعملي احلى وجبة جارليك بريد في اي مطعم بيدفع ارقام فيها. حتى العيش البلدي البايت تقدري تحوليه لاحلى وجبة فطار صحية ومشبعة تنافسي البيتزا بيها. تعرفي انها كمان هتساعدك في تجهيزات رمضان، هتحمصي بيها الشعرية ولسان العصفور والكنافة. هي كمان هايلة في تحميص المكسرات والتوابل، ده غير تجفيف الخضار والفاكهة لما على أقل درجة حرارة تظبطيها. وتقدري كمان تجففي فيها البصل والثوم والمشروم والفلفل الحلو والحامي، علشان أحلى منكهات وتوابل بنظافة البيت تعمليها. ولما صاحبتك بقى تقولك دي غالية، قولي لها رافال براند مصري محترم وبسعر متواضع جدا، وضمان 3 سنين، 3 سنين على الجهاز، كمان عاملين 5 سنين بحالهم على الحلتين اللي هم اصلا ما شاء الله بينضفوا يا دوب كده بمنديل ومفيش حاجه بتلزق فيهم. الجهاز 1800 واط يعني بيسوي الاكل بسرعه جدا، وكمان سحبه للكهرباء ضعيف جدا جدا، ده غير ان ملهاش صوت خالص اثناء التشغيل. الحلة بتاعتها 7.5 لتر، يعني ما شاء الله واسعة جدا، فيها 12 برنامج، منهم برنامجين مش موجودين في أي جهاز تاني، وهي برنامج الدي فروست لتسييح المجمدات، وبرنامج ضبط الوقت لعدم التواجد في المنزل. ومش بس هي دي المميزات، لو طلبتي الاير فراير دي دلوقتي من المطبخ ستور من خلال اللينكات اللي هسيبها لكم في الكومنتات، هتاخدوا كبة رافال 500 واط بسعة 2 لتر وسكينة 6 سلاح، ومعاها كمان قشرة التوم السيليكون دي او الهاند بلندر الخطيرة دي هدية، ده غير بخاخ الزيت العملي جدا ده، وكتيب الوصفات المفيد قوي ده، وورق الزبدة والكب كيك
وسفنجة التنظيف المميزة دي. مستنية ايه بقى؟ الحقي العرض ده قبل رمضان وسهلي على نفسك وقفة المطبخ وحافظي على صحة ولادك. على فكرة وقت الفيديو خلص، لكن أفكاري أنا وربال في الإير فراير لسه ما خلصتش. لو عايزين أفكار تفصيلية لكل فكرة من الأفكار دي عرفوني ده في الكومنتات. وفي النهاية خالص أنا عايز أختم بكلمتين حلوين قوي يمثلوني جدا للرائع فؤاد حداد. الكلمتين دول بيقولوا: أنا في اختراع الأمل صاحب 10 براءات، صاحب مزاج فلسفي، فرحي ضعيف لا عافي، حزني خفيف لا خفي. اتمنى لو الافكار اللي قدمتها لكم عجبتكم تعملوا لي لايك وشير وتسيبوا لي كلمه لطيفه زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. انا شيماء البهي.